ركبت شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. أنا قاسم. شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. أنا زهقت يا أخي. زهقت كيف يعني؟ من 200 بنقول الكلام ده. المشكلة عندي 6 سنة، 6 سنة أنا بتدرب و6 سنة بمشي أولمبياد ما قدرت أفوز ولا واحد. أنت طبعا أنت أكتر حاجة عارف إنه أنا كيف ممكن أفوز. الموضوع ده زهقني كتير. ما في مشكلة، خلي اتكالك لله، صلي لربنا تعرف عشان هو اللي بيدبر كل حاجة وبيدينا القوة ذاته. تعرف ده كلام كويس، طالما إنسان بيتكل على ربنا بيفوز أكيد. أيوه شلتها لك. أيوه يلا يا بطل، يلا يا كابتن، يلا يا كابتن، يلا يا بطل. أيوه يلا بطل يا كابتن. أيوه لازم تتعلم من الدرس ده إنه تخلي اتكالك لربنا، تعمل على عليك والباقي تخليه لربنا. أيوه أيوه شمال يمين، أيوه شمال يمين، شمال يمين. تعمل على عليك والباقي تخليه لربنا. شكرا كتير يا كوتش. نعمة بالصلاة. ايوه 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 بطل. ايوه أخوي السوداني، أختي السودانية، أنا سعيد إنه أشارككم بموضوع جميل بعنوان الواضح ما فاضح. وأكيد كل سوداني بيعرف المثل الجميل ده، وبمرور الزمن مواقف والأحداث أصبحت الجملة دي مبدأ وكلنا بقينا نمشي به. يعني في حاجات اللي بتحصل كثير الجماعة، يعني الناس بتقول الواضح ما فاضح، كأنها يعني ده خط مستقيم أو طريق يعني سهل علينا اجتياز معاناة وحاجات كثيرة. خلينا نقول من الآخر كده، في السودان معناه الشخص اللي بيقول الحقيقة، برغم إنه مرات إحنا بنقول ده كلامه صعب، لكن الحقيقة جميلة، يعني يكون فيها استقامة، فيه شفافية، ما عنده قش، ما فيه كذب. ده مبدأ حياة الفرد، يعني بيخليه دائما يعيش حياة صادقة ومريحة، وممكن الآخر ما يحترمه، لا لكن يعني لما تقول الواضح دائما الآخر بيحترمك، احترام الناس وحوالينك. وفي مواقف ممكن يعني اللي بتقول فيه الكلام الواضح الجميل، في الآخر بتشوف إنه لا، الكلام ده ممكن صعب، بس خلينا نقول إنه الواضح ما فاضح. وفي ناس بيحترموك طبعا من الحاجة ده. كويس، في 3 كلمات في مسألة الواضح ما فاضح. ال3 كلمات لو خطيتهم قدامك بيجوا هدف ليك، أكيد حتعيش حياة جميلة. ال3 كلمات هي الصدق، الاستقامة، الموضوعية. الصدق دائما يعني تقول الحق من غير ما تتردد، ممكن يكون فاضح للآخر لكن قول الحق. ولا حتى لو انت سكت، ده نوع من يعني، ما في ناس بتفكر انه انا لا اسكت وده حكمة مني وكده، لا، لكن في حاجات انت ممكن توبخ فيه الآخر، ممكن يكون كلام للبنيان. الاستقامة يعني نوايا من الداخل نقية، ما فيه تلوين أو أغراض تانية، عشان أنا أقول للآخر الكلام الواضح الما فاضح بالاستقامة وبالصدق وبكلام جميل. طيب شنو الموضوعية؟ يعني أتصرف بنزاهة وأكلم الآخر بنزاهة، لو ممكن يجي على حسابك، لكن عشان كلام ممكن يبني، كلام ممكن يفيض نزاع، كلام ممكن يعرضك أنت لمواقف، لكن طرق الاستقامة دايما بيبني للآخر. عشان كده 3 كلمات ممكن تكون مفيدة للآخر. ال3 كلمات ديل: نجاح، احترام، ثقة في النفس. وكثير من يعني مثال أنبياء المرسلين من الله عاشوا في ممالك، يعني ممالك لا تعرف الله ولا تعبده أصلا، يعني وعاشوا حياتهم باستقامة بإيمانهم، ورفضوا أي شيء آخر يضغط عليهم، وفضل تمسكهم بالصدق سيرتهم اتحفرت في السجلات تاريخ الأديان. يوسف اتمسك يعني بطهارته، فضل انه يعيش واضح، رفض انه يعني قال كيف انا افعل الشيء البطال ده، عشان هو كان يعيش حياة الاستقامة. كذلك النبي دانيال فضل انه يعيش يعلن ايمانه بالله، وان يترمي في جب اسود، بقى الرجل الثاني في اعظم مملكة عرفها التاريخ، واجبر حكامها انه يحتموا اليه ويحترموه كثير وكثير. عشان كده في قصص كثير لا حصر لها، سبب انه بشر كثير ينجوا من الامور الصعبه.
ليه؟ لأن عاشوا حياة واضحة، حياة فيها استقامة. وده كان هم بيقولوا دائما الرسائل اللي بتجي من الله للبشرية كانوا واضحين، يعني مش كانوا بيفكروا ببشريتهم انه يوصلوا حاجة. ايش واضح في شغلك، خليك امين، خليك واضح مع نفسك، فتش الحق جواك واتمسك به وخليك امين، وثق انه الامانة لها مجازاة عظيمة. وافضل علم اصحابك، اسرتك، اولادك، كل الناس اللي بتعرفهم علمهم مبدأ الاستقامة، انه الواضح ما فاضي. وشجع الناس تتصرف بامانه عشان ما نعيش حياه بطلة. خلينا نعيش مطمئنين لما نكونوا واضحين في استقامتنا، في ثقتنا، في تعاملنا مع الاخرين. لو احتجت تتكلم عن مواقف حصلت معاك او حاجات تتصرف كيف او كده، احنا مستعدين انه نساعدك كيف تكمل حياتك مع الاخرين. فمرحبا بكم. لو عندكم اي رسائل راسلونا على صفحه البرنامج. القاكم في اللقاء القادم باذن الله. اشوفكم على خير.